انا مدحت شلبي يا كابتن. لا انا كابتن طلعت. كابتن اهلا كابتن طلعت، ايه اللي حصل يا كابتن؟ لا ده عايز يومين حكايه. طب ادينا فكره كده، واحنا عارفين امانتك في الحوار يا كابتن طلعت. يعني حضرتك بتتكلم على اللي حصل ما بعد المباراه؟ انا يهمني ما بعد المباراه احنا شايفينها. ضرب من كل اتجاهات يعني، وجري انا اعتقد بيقولوا ان التلفزيون نقل نعم الناس وهي بتجري على ورا اخصائي العلاج الطبيعي بتاعنا محمد ابراهيم، اتضرب ونضارته اتكسرت ليه؟ يعني ايه السبب يا كابتن طلعت؟ مش عارف، انا مش عارف يعني بعد صفاره يعني حتى لو كان في اي سبب بعيد عننا، احنا مش طرف في الموضوع يعني. احنا مش طرف يعني. اولا احنا يعني انت حضرتك انا ظابط الستوب واتش، احنا لاعبين 63 دقيقه. نعم. انا بسال الحكم بقول له انت مدي وقت ضايع الدقيقه دي 10 دقائق. 10 دقائق يعني 55 دقيقه، ده اذا كنت انا يعني بعرف احسب. قلت له طب لعبت 63 ليه؟ ما فيش رد كده، ما فيش رد. طب انا عايز اعرف يا كابتن طلعت، بعد انطلاق صفاره النهايه، يعني انت حضرتك كنت موجود على الدكه وشايف ايه، يعني حاول تجسد لي ايه اللي حصل. كابتن انت في الصوره يعني قدامنا شايفينك اهو. كان في كم من الناس غير عادي. وانا طالع من الملعب، انا بطلع الحكم بيصفر، باخد الاكلاسير بتاعي وبدخل على الاوضه، وانا داخل الاوضه لقيت جري في الملعب. لقيت محمد ابراهيم واقع على الارض ونضارته مكسوره، رحت له وانا عنده بصيت لقيت عبد المنعم بيجري ووراه 30 واحد. انا مش عارف يعني انا مش لاقي مبرر، انا لسه ما قعدتش معاهم. ما سالتوش؟ ايه اللي حصل؟ ما سالتوش يا كابتن طلعت؟ انا لسه ما قعدتش معاهم، انا لسه ما دخلتش يعني، هم في الاوضه انا داخل لهم المفروض دلوقتي عشان اعرف ايه القصه، ايه اللي حصل، وهل ده بقى وضع طبيعي ولا يعني. طب هو محمد ابراهيم يا كابتن طلعت جنب حضرتك؟ لا ده مناخيره دم ويعني شغلانه. طب هل انت شخصيا حد تعرض ليك بحاجه؟ لا انا ما يعني انا ما حدش تعرض ليا خالص. كويس. اللي حصل جوه الملعب شيء مؤسف جدا جدا يعني، شيء مؤسف. دي مش كوره ولا رياضه كابتن. لا انا الحقيقه طبعا حكمه، انت شايف احنا شايفين اللقطه قدامنا، شيء مهزله بكل المقاييس. ايه ده كابتن مدحت، انا اتحدف عليا كميه طوب من الجمهور اللي ورا الدكه بتاعتي، واتحدف على الباك ليفت واللاين مان اللي في الناحيه الثانيه كميه طوب، حاجه انا ما اعرفش جابوا الحاجات دي منين. ما اعرفش حاجه يعني ايه الحكايه. هو يعني الفرقه يعني المفروض ان هي ما تكسبش وما تتعادلش خالص يعني، ولا ايه؟ لكن لعيبه الشرطه انا مش شايف ولا لاعب في الخناقه، يعني بعيد خالص. لا يا بيه، احنا لعيبتنا يعني بنقدر نسيطر عليها وبنقدر نحطها في حدود مسؤولياتها. لكن الحقيقه يعني يمكن المنظر قدامنا يا كابتن طارق، كابتن ايمن اهو، انا مش شايف ولا لاعب بتيشيرت الشرطه، كل اللي قدامي انا لسه داخل واحد دلوقتي يخش خالص، منصوره قدامنا اهي. لا لما يعني جماهير الزمالك في حاجه الى انها يعني ما تضغطش قوي. كملها يا نصر. يعني ما تضغطش ويبقى يعني في وارد ان انا في ماتش ابقى اتغلب، وفي وارد ان انا في ماتش تاني اكسب. يعني المفروض اننا نتعامل مع الامور يعني اكثر هدوءا من اللي احنا شفناه النهارده. لكن الحمد لله ما فيش اي اصابات باستثناء حضرتك بتقول محمد ابراهيم. اصابات طبعا، في اصابات محمد ابراهيم بقول لحضرتك، وعبد المنعم اخصائي العلاج الطبيعي طالع يعمل اشاعه دلوقتي على مناخيره. طب اشمعنى عبد المنعم ده؟ انا شايف ان كان حتى علاء علي بيجري وراه. اللي انا عرفته ان هو كان داخل عشان ياخد محمد ابراهيم من حاله العركه وحاله الضرب اللي كان بيتعرض لها. ليه وليه يتدخل يعني. طب هل ابراهيم حسن يعني جريته انا ما حضرتش. ما حضرتش الواقعه، فلسه بقول لحضرتك ما دخلتش عندهم بالظبط عشان اعرف ايه التفاصيل اللي حصل يعني هنقول ايه، هذه في النهايه الحقيقه صوره مسيئه بكل ما تحمل الكلمه من معنى الحقيقه يا كابتن طلعت. يلا معلش، عموما هارد لك، وعملتوا ماتش رائع الحقيقه يا كابتن طلعت، اشكرك شكرا جزيلا يعني.